بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن برنامج تسميد للفراولة بعد 25/3. طبعا الجو المتقلب في الفترة اللي فاتت ديت لازم نهتم برشة طبعا للعناكب او الاكاروسات او الحمراء عشان الاتربة، ورشة احماض امينية عشان تخلي الارض تشتغل معايا وتجدد، تبدا تجدد تاني وتقعد لشهر 6 ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الفراوله اهي بسم الله ما شاء الله. هنبدا النهارده نتكلم عن طبعا البرنامج الوقائي والتغذيه للفراوله من 25/3 حتى 15/4. سليم. وادي الفراوله اهي بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. طبعا من مزرعه برضو الحاج كمال شاهين في الفراوله دي بسم الله ما شاء الله، ومزرعه الحاج الاستاذ محمد مأمون بسم الله ما شاء الله. طبعا بنبدا نرش رشه من تريبس ابامكتين للعناكب، وطبعا ورشه اعفان. طبعا المواد تكون طبعا ما بتظهرش في التحاليل. جرعه اعفان جذور. نبدا نقلل من التسميد خالص، كل اسبوع نبدا نسمد حوالي الفدان 3 كيلو نطرات مع 5 كيلو بوتاش فقط لا غير، ونبدا نقل من التسميد خالص لان النبات بيبدا طبعا يريح شويه، فبيمتص جميع العناصر من الارض. طبعا في الفتره اللي فاتت نقلل التسميد لازم طبعا مع نطرات كالسيوم. الفدان بيعوز له 5 كيلو نطرات كالسيوم زائد لتر حمض فوسفوريك. بيحتاج الى البوتاش فقط لا غير. طبعا بنركز على الرش افضل لان الفتره ديت فيها هيبقى في اعفان جذور، فلازم نركز على عفن الجذور زي كبريتات النحاس او كشكلور النحاس او هيدروكسيد النحاس او الكبريت الميكروني. ونبدا نرش رشه الابامكتين زائد اسيتام برايد للعناكب، ونبدا نرش حاجه للبياض زي زيت الايزوكسيستروبين او ماده التريسر. طبعا هذه المواد كلها ما بتظهرش في تحاليل البي اتش بتاعها بسيط خالص. وادي المزرعه بسم الله ما شاء الله، من مزرعه الفراوله اهوت. بنكلمكم وبنحييكم، وان شاء الله الحلقه اللي جايه هنكلمكم عن اهم شيء نوفر التسميد يكون قليل خالص لان الجدر في الفتره دي ما بيمتصش، فلازم نركز على الرش الحشري والرش المغذي، رشه احماض امينيه، رشه طحالب بحريه، رشه عناصر اللي هي حديد زنك منجنيز في ال19 او ال20، ونبدا نشتغل ونوفر الكيماوي اللي ماليش لازمه في الفتره ديت. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.